إن بعض الأبناء ضاحك على نفسه، يظن أنه بار. ليه بار؟ قال أبوي يمدحني وأمي تثني علي. ضاحكين عليك. أنت راضي على نفسك؟ والله ما رضينا عن برنا، ووالله أننا نستطيع أن نكون أبر مما نحن عليه، والله نقدر نصير أكثر مما نحن عليه. من منا أتى بماله كله ورماه تحت قدمي والده؟ من شهر واحد ألقيت محاضرة فخرج رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. لأننا ليه دائما ركز عامي؟ لأن بعض أبنائنا انشغل بدراسته ووظيفته وزوجته عن باب جنة ربه، ولذلك رغم أنفه، وثم رغم أنفه. منزوع بركة الوقت، منزوع بركة المال، منزوع بركة الأبناء، مهموم مغموم. باب الجنة وتذهب عن باب، تطرق الباب غير باب الجنة. بعض أبنائنا تعلم لكنه تعلم الأنانية، تعلم أن يعيش لنفسه ويعيش لعياله، وما علم المسكين أنه ما بذر سيحصده من أبنائه. ابذر تحصد، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. رجل عندما كنت تتكلم عن المال وأن المال ليس لك، واسمعوني أنا ابن وابوي من فضل الله على قيد الحياة، الله يطول في أعماركم وعمره على الطاعة ويغفر للموتى منهم. المال الذي عند الأبناء لآبائهم حتى يستغنوا عنه فيكون لهم، مو بالعكس. مو بابوك يقول حول لي 1000، الله المستعان، هالشايب كل 25 يقول حول. الله يهدي قلبك، لو ابوك يدري ما الذي له لكان أبقى لك 1000 أنت وخذ الباقي. تدري لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه، والحبيب يقول أنت ومالك. ما قال مالك، قال أنت قبل المال، وأنت أغلى من المال، ومع ذلك أبوك يملكك، فكيف بمالك الذي عندك؟ إذن أحبابي، هذا الرجل لما سمع هذا الحديث كان والده بحاجة إلى مال، ويقول البيت اللي ببنيه في الرياض أزين من بيت أبوي، وسيارتي أزين من سيارة أبوي، وثوبي يجمل من ثوب أبوي، فاستحييت من الله. وكان فيه قد أخذت من بنكي كذا، أخذت 500,000 تمويل أبني أرض عندي في حي النظيم في الرياض. فذهبت إلى أبي في الجنوب وأتيت إليه، قبلت رجله ثم ركبته ثم يده ثم بين عينه. قلت يا أبوي أنا أحتاج منك مبلغ. أبوي فقير. قال أبشر يا أبوك، هذه بطاقتي أبي أعرف رقم حسابه. قلت بطاقة البنك يا أبوي. قال هذا البوك كله خذه. قال فذهب. قال وانا ابوك ما في الحساب الا 10,000، خلي ويمك 1000 ولا 2000 والباقي يفداك. الآباء لا زالوا يعطون، والأبناء يستجدون، ويا طول الليل شايب لا زال يكد على رجال أكبر منه، وكل ما صقها عدله انقلبت مع ذا الولد عوجة، نسأل الله العافية. قال فذهبت إلى البنك، ثم لما فتح أودعت فيه 500,000 ريال كامل التمويل الذي أتاني من البنك. والله ما بقي في حسابي يا شيخ إلا 300 ريال. ثم أتيت بالبطاقات وأعطيتها أبوي وحبيت يده. قلت يا أبوي أبدلك الله بال10,000 500,000. والله أني بقعد 10 سنين أسدد فيها، لكن عساني أكفر بالجحود والصدود والصد عنك. لا وأنا أبوك. يقول وطلق امرتي وهي بنت أخوه أنها ما يعود منها ريال، والله إنها لك كالمطر. قال فغطى وجهه وجلس يبكي. يا أبوك أشغلت نفسك. قال الله معطيني الحياة بسببك، ما أعطيك بعضا من أسباب الحياة. أحبابي، اللي ما ينظر للوالد أنه جنة والأم جنة يعيد ترتيب الأولويات، ملخبط وضايع. تدرون لماذا أبناءنا لا يبروننا؟ لأنهم ما رأونا نبر ونحن نبر أمهاتنا وآبائنا. البر ليس محاضرة، البر ليس خطبة، البر ليس آية فقط وحديث، البر قدوة. إذا ما شافك أبوه ولدك تحب مواطي يمك، والله ما يحب رجلك، والله تلمس السماء ما في أمل حتى يراك. إذا ما رآك تفداه بحلالك كله، إذا ما رآك تستقيل من عملك. وين أبوي تتركنا؟ نترك الرياض، نترك جدة، نترك الدمام، نعم نترك الدنيا كلها دام أبوي على قيد الحياة. أجي تحت رجليه لأن الله يأخذ الأسبق منا إليه. لأنه لا سعادة لابن في وجود أبيه أو أمه وهما عند الكبر إلا أن يكون تحت أقدامهم. ما فيه بر. شايب أبوك كبير وتروح تدور للرزق، الرزق وش؟ الريال
الرزق والله عند الله، ولن يعطيه ربي لعدو لنفسه غاب عن أم أو أب. السعادة كل السعادة أن يرى أحدهم كان يصب القهوة عنده ضيف من الأضياف، عنده ضيف ودخل البيت، يقول فلما جلست على الأرض ومعي الدلة صبيت الفنجان، فلما قدمته دخل ابني يحبو على ركبتيه ويديه، ابنه عمره 2 يقول يمشي لكن حبى حتى أتى إلي وأنا متربع وقدمي قد خرجت، فقام وقبل قدمي، فالتفت إليه وقبلته، ولد صغير ولدي. قال فلما غيرت قدمي غير التربيع، بدل الرجل اليمنى طالعة طلع اليسرى، الولد الصغير سوى ديور على أبوه من وراء وقبل قدمه اليسرى. فقال الضيف يا مسلم أنت ويا ولدك معجبك أن شفتيه تلوث بلعابها على قدمك، يعني كف رجلك يا أخي لا تخلي ولدك يقبل. قال أنت وش محرق رزك يعني أنت وش لقفك؟ هذا ابني وأنا والده، وابن يقبل قدم أبيه. قال بس والله أنا ما تعودت أرى هذه المناظر. قال مسكين محروم، أنا والله ابني عمره 2 لم أطلب منه يوما أن يقبل قدمي، لكنني عندي وأمي في الدور الأرضي لأني ما بيها ترقى في الدور الثاني، ركبتيها لا تتحمل الصعود، وأمي لا أوقظها إلا بالحبو، ماني بمشي خايف أن تسمع ضرب قدمي فتستيقظ، فأحبو حتى آتي إلى قدمها وهي نائمة فأقبلها، فإذا شعرت ببرودة الشفتين على القدمين استيقظت. قالت محمد يا مرحبا والله بقرة العين. قال فرآني أحبو فحبى ورآني أقبل فقبل ما أمرته.